ليه الذهب نزل 110 دولار في اخر 48 ساعه؟ زي ما انت شايف كده، احنا كنا بادئين عند 3360 ووصل الى القمه الاولى 3431. يبقى انا كده عندي 3360 والقمه الاولى 3431. راح نازل من ال 3430 مره اخرى الى ال 3360. دي كانت تاني مره يلمس نفس منطقه الدعم، وراح رد منها طلع من 3360 الى 3413 ودي القمه الثانيه. يبقى انا كده عندي قمتين وصل لهم 3431 و3413، وده اسمه الدبل توب، احد النماذج الفنيه اللي بتتعلمها في كورس التداول من البدايه وحتى الاحتراف. اما جينا عند ال 3413 راح نازل تاني يختبر 3360 لثالث مره، فده بقى اسمه خط العنق. اول لما كسروا لتحت زي ما انت شايف كده راح مكمل نزول الى 3320. يبقى انا هنا تكون عندي نموذج القمه المزدوجه، وده احد النماذج الانعكاسيه اللي بتيجي في نهايه الاتجاه الصاعد. اول لما يتكون عندي ويتكسر خط الدعم ابقى انا كده بدات الاتجاه الهابط.